مجال الاي ال في دوت ليه مستقبل حلو. طب انا طالب في كليه هندسه، ايه القسم اللي اتخصص فيه عشان اتخرج اشتغل في المجال ده؟ طب اتخرجت اشتغل بري سيلز ولا سيلز ولا اوبريشن؟ ايه اصلا البري سيلز؟ طب السيلز دوت ينفع مهندس يشتغل سيلز عادي ولا دي حاجه وحشه؟ طيب الاوبريشن ليها مستقبل؟ عاوز اطور من ادواتي واسافر بره، مرتبات هنا صعبه. اسئله كتيره بشوفها جروبات الفيسبوك واستشارات وعن طريق الكورسات وعن طريق انترفيوز كمان مع مهندسين، فالناس بتبقى تايهه بشكل كبير. عشان كده قررت ان شاء الله نعمل اول اي ال في رود ماب ميت اب هنا في مصر في الجامعه الامريكيه يوم 18 ابريل، بخبرات كبيره جدا جدا، خبرات عمليه. هو مش كورس نظري، مش هنقعد ننظر، هنتكلم بشكل عملي من خبرتي اللي اكتر من 17 سنه في مجال اللايت كارنت. كمان معايا ضيوف متخصصين في المجال، خبراتهم اجماليهم فوق ال 100 سنه كمان في المجال، كلام كله عملي من على الارض. هنقول لك تشتغل ازاي باجنده واضحه، كمان هنقول لك ايه الفروقات ما بين كل بوزيشن والتاني، ايه اللي يحتاجه السوق المصري وايه اللي يحتاجه السوق الخليجي. عشان كده منتظرك تنورنا في الميت اب ان شاء الله. سيب لك فورم التسجيل في اول كومنت. سلام.